جيو معايا نستغلوا هاد الوقيته ديال الماندارين ونحضروا هاد الكيك اللي كتجي رائعه طالعه مفشفشه ناجحه ولذيذه بزاف. غادي نحتاج 4 ديال الحبات ديال الماندارين، 2 نقيتهم و2 خليتهم بالقشره ديالهم. كنضيف 3 البيضات وساشيه ديال الفاني وكاس ديال الزيت وكاس ديال السكر، وكنطحن هاد المكونات مزيان. من بعد كنضيف 3 ديال الكيسان ونص ديال الدقيق اللي يكون مغربل. بالنسبه للكميه ديال الدقيق كتبقى على حسب الحجم ديال البيض والحجم ديال الماندارين. ضفت 3 ديال الخمارات ديال الحلوه، كل وحده الوزن ديالها 8 غرام، وكندير الخليط ديال الكيك ديالي في المول اللي مدهون بالزبده، وكندخلها كطيب على 150 درجه. النار فقط من الاسفل، كتاخذ تقريبا 45 دقيقه. بالنسبه للطبقه ديال الكريمه درت فيها 2 معالق ديال النشا و3 المعالق ديال السكر، 2 ديال الفلون عاديين و2 ديال الكيسان ديال عصير د الماندارين وكاس ديال الماء. كنحط هاد المكونات فوق من النار حتى كيبداو كيغليو، كنردهم في المول اللي غسلته مزيان ورشيته بشويه ديال الزيت، وكنضيف فوق منهم الكيك ديالي غلفتها بالبلاستيك الغذائي، وكنخليها على الاقل 3 سوايع حتى الليله كامله. من بعد كنحاول ندير فيها ثقوب وكنحاول نحلها هكا من الجناب باش كيدخلها الهواء وكتتقلب لينا بكل سهوله. وكيكون هذا هو الشكل ديالها، ناجحه طالعه مفشفشه لذيذه بزاف. ضروري تجربوها، المنيضر ديالها ما شاء الله والمذاق كيجي رائع. جربوها على ضمانتي، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.